شوفوا واحد الحاجة. اذا كان هذا الخبر هذا ديال بصح، فاش غادي نقول لكم قسما بالله الى حفصة واحد البنت اللي ما تستاهلش هاد الشيء اللي كيوقع ليها. راه شوفوا ملي كيتعلق الامر بالام، وخصوصا البنت، يعني ملي كتكون مزوجة وما عندها حتى شي حاجة اللي تقدر تعملها، فكتكون كيكون هذا الامر هذا صعيب شوية. وشوفوا واحد الحوايج اللي ما خصش الناس يبقاو يعني يعبروا بهم ولا يقارنوا بهم. كنشوفوا بزاف ديال الناس اللي كيقارنوا بين الشخصيه ديال حفصه والشخصيه ديال تيتيش وكيقارنوا الطريقه ديال التعامل ديال تيتيش مع الام ديالها ومع خواتاتها، وكذلك كيقارنوا التعامل ديال حفصه مع الام ديالها. راه شوفوا هاد بزاف ديال المقارنات والانسان كيبقى يعطي هاد الانتقادات هادو اللي ما كيكونوش في المحل ديالهم، لان كل واحد والشخصيه ديالو، كل واحد والظروف ديالو، كل واحد وداكشي اللي كيقدر يعمل. يعني حتى شي واحد ما كيشبه الاخر. يعني هاد المقارنات هادو ما عندهم حتى شي معنى وما عندهم حتى شي اساس من الصحه. يعني حنا كنشوفوا بان حفصة واحد البنت اللي درويشة، حانية الراس مع عائلة راجلها، يعني ما كطيح الكلمة لحتى شي واحد، لا العجوزة ديالها، لا لشيخها، لا لويساتها، لا حتى شي واحد فيهم. يعني واخا السن ديالها باقي صغير، وانما كنشوفوا واحد البنت اللي واعية وفاهمة الحياة شنو باغا. المهم قبل ما ندخل في الموضوع ونوضح لكم بالضبط حفصة شنو واقع ليها وعلاش عملت هذا الفيديو هذا بالاخص. كنبغي نقول لكم كيف نتوما، لاباس عليكم بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. وقبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم والبارطاج لقناتي وقناتكم بنت الشمالية. شكرا للانضمام ديالكم للقناة وشكرا للدعم المساندة اللي لا خطيكم. ورجعوا للموضوع ديالنا. كيف ما قلت لكم، حفصة واحد البنت اللي هي درويشة واللي هذه مدة وحنا كنعرفوها، يعني ملي كانت مع محبوبة وهي باقة صغيرة. احنا عارفين كاملين ان حفصة تربت مع الام ديالها، تربت يتيمة الاب وكانت اغلبية يعني ديال الوقت شفناها مع محبوبة. يعني ام حليمة رباتها في حال بنتها الزهرة. يعني هادشي هذا كتشهد به حفصة، وكيشهدوا بها بزاف ديال الناس اللي قرابين لهاد العائلة واللي كيعرفوا شنو كاين كامل. ولكن مؤخرا يعني كنشوفوا واحد الفئة كتبغي تخلق الفتنة لحفصة، وكتبغي تغرس لها شي افكار اللي مسمومين. يعني كيبقاو يعطيو شي مقارنات اللي ما عندها حتى شي معنى. يعني كيبقاو يقارنوا بان شفتي تيش شنو كتعمل للام ديالها، شفتي تيش كيفاش كتعامل الام ديالها، شنو عملت بنات للام ديالها الدار صلحاتها. المهم بزاف ديال الحوايج اللي فحال هايده، مع العلم اننا كان عارفين حنا حفصة راه كتعمل مع الام ديالها داكشي اللي كتقدر عليه وعامله اكثر من جهدها. وحنا كاملين عارفين ان حتى شي حاجه ما كتجي دقه واحده من غير الموت. يعني الانسان بشويه بشويه يعني كيسبق الحاجه اللي فيها الاولويه، وكيسبق الحاجه اللي هي ضروريه، وما غاديش يقدر يعمل كل شي دقه واحده. وصراحة يعني كنشوف واحد الهضرة اللي كتدور بزاف، هي بزاف ديال الناس اللي كيلوموا الحسن وكيتهموه بانه سقرام وانه ما كيتهلاش في النسيبة ديالو، ما كيتهلاش في مراته. المهم بزاف ديال الهضرة في حال هاد الشكل هذا. راه كنبغي نقول لكم الانسان راه في الدنيا راه متبوع بزاف ديال الحاجات، راه ما يمكنش يعمل كل شي دقه واحده.
وحنا كنعرفوا أن الحسن يعني هم كيوجدوا السكينة ديال النسيبة ديالو، وكيف ما واعد المتابعين أنه غادي يفرش للدار ديالها وغادي يأتستالا وغادي يشري لها أي حاجة اللي غادي تحتاجها، يعني ما غاديش يخليها ناقصة حتى حاجة في الدار ديالها. وكذلك واعد النسيبة ديالو حدا المتابعين كاملين أن من بعد هادشي هذا كامل غادي يهدي لها شي عمرة اللي تمشي تغسل بها القلب ديالها. واي واحد فينا صراحة كيتمنى يوصل لذاك المقام هذاك، يعني الكذاب اللي يقول انه ما متمنيش يوصل لذاك المكان هذاك. يعني ها حنا كنشوفوا بان الحسن راه كيعمل المجهود ديالو، كيعمل داكشي اللي قدر عليه، لان هو ما عندوش غير نسيبته اللي غادي يقدر يقابلها ويعمل لها اي حاجه دقه وحده. راه حتى هو عنده الحياه ديالو، حتى هو خصو يكون المستقبل ديالو، حتى هو عنده وليدات وخصو يفكر فيهم، حتى هو خصو يعمل الدويره ديالو، خصو يعمل واحد الموطع اللي يقدر يستقر فيه. راه حنا كاملين عارفين ان العائله دابا كامله مجموعه مع بعضياتها، وانما لازم على الانسان انه يعمل واحد الموطع اللي يقدر يستقر فيه هو ومراته ووليداته، لان الوليدات كيكبروا كيجي النهار اللي كيحتاجوا حتى هما يكونوا مستقرين، تكون عندهم السكنه ديالهم. هادشي هذا حنا كاملين عارفينه وفاهمينه، يعني بلا ما يجي تجي شي فئة من الناس وتبقى تفلسف بوحديتها. حنا عارفين هاد الزمان اللي وصلنا له واحد الزمان اللي هو صعيب، راه ماشي سهل الانسان يلبي بزاف ديال الطلبات دقة واحدة. وما تشوفوش واحد الجوج اللي هما يعني متفاهمين مع بعضياتهم وعارفين راسهم شنو كيعملوا وتجيو تخلقوا الفتنة بيناتهم. راه حفصة الانسان شحال ما كان معقل وشحال ما كان يعني عارف شنو كيعمل، يعني اذا بقى كيتلقى هاد التعاليق السلبية راه اكيد غادي تمرض في النفس ديالها، اكيد غادي تبقى تفكر بواحد الطريقه اللي ماشي هي هذاك. يعني الانسان يحاول يبعد هاد الفتنه هادي ويحاول يعطي الثقار لواحد اخر. راه كل واحد حر في راسو، وكل واحد عارف راسو شنو كيعمل، وعارف راسو شنو خصو يقدم وشنو خصو يوخر. المهم خوتي خواتاتي، هادشي هذا اللي بغيت نوصل لكم، وكما نقول لكم شكرا لكم كاملين ليه خطيكم، وبلا بكم ما كاين حتى شي حاجه. ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو جديد.